المسخن. على طريقة اليوم راح أقدم لكم الوصفة، وهذا شكله مسخن بصدور الدجاج، وطبعا عملناه بخبز الرقاق. وراح أقدم لكم كمية من الخضار مع هذه الوصفة، والبطاطا الحلوة مع الجزر، وكمية من الجرجير والثوم المتبل. هاي شكل المسخن. هنا أنا وضعت 300 غرام من صدر الدجاج وزيت زيتون 3 معالق أكل كبيرة، وراح أحمسهم. وطبعا على جنب قطعت بصل. بعد ما تتحمس خليت الملح وغطيتها حتى تستوي صدور الدجاج. وهي بطاطا الحلوة راح نخلي كمية قليلة من الثوم المجفف حتى ينطيها نكهة طيبة. وشفتوا شكلها البطاطا الحلوة، وطيبة ولذيذة وصحية أيضا. كمية من الريحان أو النعناع أو الروزماري حسب المتوفر عندكم، وزيت زيتون ملعقة أكل كبيرة. هنا البطاطا الحلوة استخدمت 250 غرام. راح أخلطهم، وطبعا الجزر بنفس التتبيلة راح أتبلهم. هنا هاي البطاطا مسلوقة، وهذا شكل الخبز الرقاق. احنا طبعا نسميه ببلادنا، ومتوفر بكل الأسواقات. هنا أنا بعد ما تبلتهم وضعتهم بصينية البطاطا الحلوة وأيضا الجزر، وراح أضعهم بالفرن فوق وتحت لدرجة حرارة 200 لمدة 18 إلى 20 دقيقة، وتشوفون شكلها بعد ذلك. هنا أنا وضعت طبعا صدور الدجاج تحمست، وضعت بصل حمستهم لمدة 25 دقيقة صارت جاهزة. هنا راح أقطع الخبز، خبز الرقاق قطع تكون وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. هذا هو شكلهم. طبعا حبيتوا تضعون سماق مع صدر الدجاج ينطيها نكهة لذيذة. أنا أثناء ما راح أزينهم راح نخلي السماق. هاي شكل الحشوة، صدر الدجاج مع البصل والملح. وهنا راح نجيب زيت زيتون ونمسح خبز الرقاق، ونخلي كمية من صدر الدجاج اللي احنا حمسناه مع البصل. راح ألفهم، واللف حسب رغبتكم، تحبون كبار صغار. مسحت واجهة المسخن أيضا بزيت الزيتون. هاي سويت لكم إياها اليوم. موجودة أيضا طريقة أخرى بقناتي على اليوتيوب الشيف عامر. نمسح واجهة المسخن بالزيت. هذه الصينية طبعا اللي احنا عملنا بها البطاطا الحلوة والجزر، والمسخن طبعا حمسناه بالفرن، وهذا شكله. طبعا وضعت كمية من السماق المجروش، وصارت جاهزة وصفاتنا. طبعا حبيتوا تخلوه على النار أيضا يمشي الحال. بالفرن يكون صحي ولذيذ لأن كل الأشياء مستوية. البطاطا الحلوة والجزر والجرجير، وكمية من الثوم اللي عملناه مخلل. وهاي شكله وشكل الخضار. لو حبيتوا جربوها. تحياتي.